هاي، انا ساره. اما تشوفوني انا بعمل فيديو ازاي نطور من نفسنا، ازاي نكون احسن نسخه مننا. فيديو النهارده عن تعفن الدماغ. انا عارفه ان الموضوع ده انا عانيت منه شويه، وكذا حد يعني سمع المصطلح ده كتير ومش فاهمين هو ايه ولا ايه اصلا تعفن الدماغ ده. اول حاجه احنا معانا الحل ومعانا الاسباب وايه هو تعفن الدماغ. اول حاجه، تعرفوا ان الدماغ دي انا بعمل حاجه ليه دماغي، هي دماغ مستهلكه، بس انا مش عارفه هي مستهلكه في ايه. يعني مش باخد حاجه مثلا مفيده بذاكر عشان كده دماغي مثلا مستهلكه. لا، انا مثلا بقعد على تيك توك بتفرج على ريلز كتير، بقعد على فيسبوك، بقعد على اي حاجه بقعد عليها كتير قوي. فلما بقوم ببقى مش قادر، ببقى مستهلك، او ببقى يعني مش قادر. حاسس ان دماغي فعلا عارفه اللي هو واحد ذاكر 30 ساعه، انا اقول 10 ساعات عشان 30 ساعه كتير، يعني واحد ذاكر 10 ساعات. فانا حاسه ان دماغي كده فعلا وانا مش عارفه ليه. فاهمين؟ ده تعفن الدماغ. طيب، ايه اسباب تعفن الدماغ؟ هو اول حاجه ان انت فعلا بتقعد على النت كتير، بتقعد على التليفون كتير، بتتفرج على حاجات كتير بسرعه، يعني شورتس من الاخر. بتتفرج على ريلز عشان الريلز بتبقى قليله، او مش بتبقى مثلا بالخمس دقايق. يعني اكتر ريلز ممكن تلاقيه هو 5 دقايق. اكتر ده اكتر حاجه، يعني هو في الاغلب بيبقى يعني اقل من ثانيه ولا حاجه. بتبقى بقى كتير، يعني بيبقى قليل قوي 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 لما تلاقي فيديو شويه تتفرج عليه، وبعد كده تتفرج على واحد شورت، وبعد كده تتفرج على واحد طويل حبه، بعد كده. هي دي فكره ان انا بتفرج على حاجات كتير قوي بديها لدماغي، ودماغي مش قادره تستقبل هو انا بعمل ايه. تمام؟ ايه بقى اعراض اللي انا عندي؟ ازاي اعرف انا عندي تعفن دماغ يا ترى؟ اول حاجه، انا ما عنديش تركيز، ما عنديش تركيز ومرهق مرهق مرهق. تاني حاجه وهي ان انا مش قادر اقعد اشتغل، مش قادر اجيب ورقه وقلم واقعد كده اكتب، مش قادر اعمل اي حاجه. دلوقتي فيديو على اليوتيوب مثلا، انا افترض ان الفيديو ده مثلا هيبقى 5 دقايق، مش قادر اقعد اتفرج على 5 دقايق، بفرك، مش قادر اسمع، مش قادر اركز في الكلام. واظن ان دي اكتر مشكله اي حد بيتواجهه. طيب، تالت حاجه معانا وهي ان انا لما مثلا بقولك اقعد دلوقتي اعمل مهمه معينه، دماغك مش قادره تقعد في الحته دي. مش بقى انك تكتب او تذاكر، لا، انا دلوقتي بقولك مثلا قومي اعملي الحاجه دي، او اقعدي ذاكري الكتاب ده، او اعملي التارجت اللي عليك في الشغل ده. دماغك بتعمل اي حاجه الا ان هي تعمل التارجت، مش قادره تقعدي وقت طويل على حاجه من الاخر. تمام؟ طيب، ايه تاني؟ دايما دماغي مرهقه، حتى لو مش بعمل حاجه. دي قلناها من ضمن اصلا سبب التعفن الدماغ، ان هي دماغي مش قادره تعمل الحاجه بسبب ان انا مأرهقاها، بس مأرهقاها في حاجات غلط. تمام؟ طيب، عندك تبلد من المشاعر. يعني ايه؟ يعني انا ولا عارف افرح ولا عارف احزن ولا عارفه انا مالي. فاهمين؟ يعني انا مش عارفه انا مالي يا جماعه. انا كويسه بس انا مش عارفه مش كويسه. انا ملانه بس انا مش عارفه انا ملل ولا مش ملل. انا حزينه مش عارفه انا حزينه فعلا ولا لا. مش حاسس. عارف اللي هو لما بتصل بيك اقولك الو انت نجحت. تمام. مش عارفه افرح. طب فلان ده مامته توفت بشر عليها. لا برضو. مش عارف، يعني خلاص تمام اتوفت وخلاص. لا، يعني مش عارفين نحزن ولا نفرح ولا نعمل اي حاجه. دي الاعراض اللي بتجيلي تخليني ان انا عندي تعفن دماغ. او ذاكرتي ضعيفه برضو، انا مش قادره افتكر الحاجه اللي انا باخدها عشان انا باخدها ومش بتلحق تثبت ولا تروح بقى من صغيره المدى لطويله المدى، مش لاحقه تعمل كل ده. طيب، انا عندي بقى كل الحاجات دي. اول حاجه عشان نعالجها هو انك تقعد بعد اذنك تتفرج على حاجات طويله مكان الريلز اللي بتتفرج عليها كل يوم بال5 و6 ساعات. ودي صعبه قوي في الاول، وصعبه قوي كمان على حد بيتفرج كتير على الريلز. ممكن في ساعه يخلص له كتير قوي فيديوز بيتفرج فيها، وبيقعد بقى يتفرج على ساعه ممكن بفيديو واحد. بس احنا مش هنبدا بكده بصراحه. باول حاجه عشان نبدا بالتدريج لازم نبدا بحاجه صغيره. يعني هتتفرج بدل كل مره تتفرج على الريلز فيها، انت هتجيب فيديو من على اليوتيوب. انا بصراحه برجح اليوتيوب في كل حاجه، لان هي الفيديو بتاعته اللي عايز يتعلم حاجه هيتعلمها من اليوتيوب، لان هو طويل، والفيديوهات بتاعته بتبقى كبيره كافيه ان فيديو مثلا 15 دقيقه يعلمك حاجه مثلا انت مش عارفها، او معلومه يديها لك باستفاضه. فاهمين كده؟ يعني يحل موضوع. ده اقل فيديو طبعا. فانا هنجيب مثلا فيديو يوتيوب 15 دقيقه اقعد اتفرج. دي حاجه كويسه قوي نبدا بيها. بعد كده مش هسمع اغاني، هسمع برودكاست. ليه صعب الموضوع؟ الموضوع صعب جدا جدا جدا. بس معلش عشان احنا لازم نعالج الحاجه اللي عندنا، عشان لو ما عالجتهاش بجد انت هتفضل بتعاني كتير قوي، مش عارف تركز في حاجه، بالذات لو انت بقى طالب. تمام؟ طيب، هعمل ايه تاني؟ هتعامل مع الناس اكتر من انها اتعامل مع التليفون او لابتوب او كمبيوتر او اي حاجه بستعملها ديجيتال. هحولها لناس او لورقه وقلم. يعني كساره انا دلوقتي بعمل سكريبت للفيديو، السكريبت اللي بعمله على اللابتوب. لا، مش هعمله على اللابتوب. امال هعمل ايه؟ هجيب ورقه وهجيب قلم وهقعد اكتب السكريبت بايديا. معلش، احنا هنبطل بقى شاشات. طيب، دي حاجه عملناها. طيب، ايه تاني؟
مثلا انا بشتغل دلوقتي في حاجه وعارف ان هي ممكن احولها ان انا اقفلها واكلم العميل ده، بدل ما اكلمه على النت ممكن اشوفه وش لوش، فهجيب العميل، او لو انا عندي الامكانيه ان اعمل كده واكلمه وش لوش اكتر من ان انا اقعد كل حاجه اعملها ديجيتال. وكده الموضوع ده هيفرق معانا كتير قوي. طيب اعمل ايه تاني؟ هو اكتر حاجه ملل اكتر من اللي فات كله، هو ان انا هجيب كتاب وهقعد اقراه كل يوم بالعافيه، ان انا لازم اقرا منه اي حاجه، بس لازم اقرا منه حتى لو صفحه، لو صفحه اقل حاجه. ليه؟ عشان ده هيخلي دماغي اكتر تقعد على الحاجات الطويله ومتعبه. ان هي في الاول انا ازاي اقعد دماغي كده حتى لو انا بقرا كلام وانا مش فاهم الكلام، بس انا عشان عايزه اقول ان انا قرات صفحه النهارده من الكتاب اللي انا جبته. مش مهم نقرا يعني مش مهم نفهم الكلام، بس المهم ان احنا نقرا اللي جوه الكلام او نقرا الصفحه دي عشان نقول ان احنا قراناها. مش مهم، المهم تقرا وخلاص. المهم تقعد على حاجه كده 5 دقايق تقعد تعملها وانت ملان قوي، لازم كده، عشان ده اللي هيعلمنا بعد كده ان احنا نعمل الحاجه دي بهدوء. خامس بوينت او خامس حاجه، انتوا العد ده يعني نفسي اعد الفيديو وما اتلخبطش، هو ان انا بالليل مش همسك الموبايل. ليه؟ عشان خاطر انا دماغي بالليل بتبقى هترتاح، هدخل في مرحله النوم. اول ما امسك التليفون انا بخلي دماغي تروح لحته ان انا مش هنام دلوقتي. واظن كلنا عارفين ان التليفون لما بنمسكه لما بنيجي ننام مش بنعرف ننام، ولا بيجي لنا الهرمون اللي المفروض بيخلينا ننام وجسمنا بيتريح والكلام ده كله، اكيد يعني عارفينه او عندكم فكره عنه. فهنبدل الريلز بفيديوهات طويلة او بودكاست، او هنقرأ كتاب، او مش هنسمع اغاني برضو بسرعة، لا هسمع حاجات طويلة. لازم في اول فترة اعمل كده، بعد كده هقعد في حاجة هعملها من غير تليفون، من غير لابتوب، من غير كمبيوتر. ده هيفرق معانا قوي قوي. طيب هعمل ايه تاني؟ هسأل نفسي حاجة، هل الحاجة اللي بعملها دي قبل ما اعملها هتفيدني بعد سنة او لا؟ بس اول ما تجاوب على السؤال ده اظن ان انت هتتراجع على الحاجه اللي هتعملها. يعني انا كساره قوم دلوقتي سالت نفسي، هل يا ساره لما تقوم دلوقتي تتفرجي على مسلسل بتاعك وانت دلوقتي عندك شغل، هل المسلسل ده هيفيدني بعد سنه او لا؟ اجابتي تبقى حاسمه، واول ما اقول لا خلاص انا مش هعمل الحاجه دي فعلا، وهقنع دماغي كده بكل مره. طب يعني مثلا دلوقتي مش هلعب عليها على حاجه كبيره، انا هلعب دلوقتي على حاجه صغيره. يعني لازم الاول اجيب دماغي بتحب ايه، ان انا العبها على حاجه صغيره تعرف تعملها. طيب يعني انا دلوقتي هقول انا طب يا ساره دلوقتي ننزل التمرين، هل التمرين ده هيفيدني بعد سنه لا؟ هيفيدني، يبقى هم على طول هلبس على طول من غير تفكير. هتفكري بقى تقولي لي الجو زهق مش عايزه انزل، اصل الجو حر صح في الصيف، اصل مش قادره اتمرن النهارده جسمي تعبان. اول ما هتبداي تدي دماغك تفكر ثانيه بامانه ما تقومي من على السرير واسالي مجرب بقى. لكن اول ما بقول الحاجه دي انا هعملها فانا هقوم اعملها على طول جري، او الحاجه دي مش هتفيدني فمش هقوم اعملها، ومش هدي دماغي برضو فرصه ان هي تفكر اللي هو طب ما ايه رايك نعملها دلوقتي، طب ما ايه رايك نفتح دلوقتي شويه نتفرج كده على كام حاجه على الريلز كده على يوتيوب او تيك توك او اي منصه وخلاص، وايه رايك مش عارفه ايه وهكذا. بجد يلا نفتح بسرعه؟ لا، هقول لا. ولما اقول لا انا فعلا هسيب بسرعه اللي هفتحه وهدور على الحاجه التانية اللي انا ممكن اقوم اقرا كتاب او ان انا اسمع حاجه بس تكون طويله، واحاول اركز فيها. ان ده بقى اللي دماغك اللي هو بتصوت من جوه، بس انت بتجبرها ان هي بقى تشيل تعفن الدماغ اللي انت بتعمله ده. واخر حاجه هو انك تاخد كورس، تتعلم كورس او تاخد كورس او تاخد سلسله تدريبيه من اي حاجه طويله محتاجه انك تذاكر ومحتاجه ان دماغك تتفتح، حتى لو انت تشتغل بس. يعني لو انت خلصت دراسه او مع الدراسه عادي، لكن لو انت مثلا بتشتغل وخلاص وقلت بقى خلاص مش هذاكر تاني او مش هعمل ايه، لا ادخل في كورس، ادخل في اي حاجه تدريب تخليك تذاكر او تخلي دماغك تشتغل شويه على الحته اللي كنا بنذاكر فيها لو انت شخص متخرج او مش بيذاكر او هكذا. طبعا لو انت طالب فده احسن حاجه، يعني هيساعد كتير قوي بصراحه. ان ده افضل دايما ان طول ما احنا لسه في الدراسه ناخد حاجات كتير قوي هتفيدنا فيما بعد. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، اشوفكم في فيديو جديد، متنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه. باي باي.